ايه ده؟ انا عملتها. جالي طفل في التقييمات. انا عموما في التقييمات ببدا اقول لولي الامر سيبه يعمل حاجه، فاصله مش هيعرف، اصله مش عارف ايه. فماما هي دايما ايديها سابقاها ان هي تفرد البازل للطفل، او ان هي توضح الحاجه للطفل. فقعدت شويه كده وبعد كده بصت لها وقال لها ساعديني شويه. قعدنا نتكلم انا والام وبشرح لها وكده، وهو لقى انه مفيش فايده، هي تقريبا مش هتخرجني من ان انا لما اعملها، فعملها. فايه ده؟ انا عملتها. والولد مبسوط جدا انه عملها. طب هعمل التانية. عايز دولة صعبة عليك. فبدأ ان هو يعملها. وهو بدأ يكملها وبيكون الصورة. الولد عمل ايه ده؟ ايه ده صح. شوية ايه ده؟ عملتها. رياكشنات وشه اللي هو انا مش مصدق انه انا عملت ده، او انا اللي حققت الانجاز ده. طبعا مامته واخته قاعدين مبهورين، اللي هو ايه ده احنا كنا بنقول ان هي صعبه مش هيعملها. فهي الفكره مش في قدرات الطفل، الفكره هنا في انطباع الام والاخت او البيت او الاسره عموما وتاثيره على الطفل. الفكره في مساعده الام للطفل، وان هي مش هو اللي اعتمادي، لا هي اللي بتخليه غصب عنه يعتمد عليها. هي اللي بتبادر بمساعدات هي ملهاش اي لازمه، وفي الاخر هي جايه تشتكي انه الولد مش بيعرف ينقل من على البورد، ان الولد مش بيحصل كويس، ان الولد لما بيجي نقعد نذاكر بيفضل يتحجج ويهرب، وان انا لازم اساعده في كل حاجه، وان الموضوع صعب جدا عليا، وان انا حاسه انه مستواه ضعيف. الولد ولا مستواه ضعيف ولا قدراته العقليه فيها مشكله. الفكره في انه اسيب مساحه للطفل يعمل حاجه، اسيب مساحه للطفل في انه يغلط ويعملها صح تاني، اسيب مساحه ووقت للطفل انه ياخد وقته يفكر وينجز. فلما يحس بالانجاز اعمل واحده كمان فيبدا ياخد ثقه. اللي بيخلي الانسان يستمر في اي حاجه مهما كانت صعبه هي احساسه بالانجاز. الانجاز ده سحر في انه يخلي الانسان يستمر بالرغم الصعوبه اللي بيقابلها. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير ودمتم بخير.